السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل الاكلة المصرية الشهيرة اللي مفيش بيت مصري ما بيعملهاش. شوفي الفيديو اللي قبل ده، انا كنت جايبة كرومبا ازاي بسلقها وازاي بقطعها وبشيلها وبفرزها ازاي. البنات الصغيرين لسه متجوزين او لسه ما اتجوزوش، لو صدفك وجبتي كرومبا من جواها يعني ماسكه ببعضها جامد او قلبها الورقه بتاعتها مكرمشه او كلام من ده، هوريكي ازاي تفككيها وتعمليها بمنتهى السهوله في الفيديو اللي قبل ده على طول. انا هنا قطعت بصلتين وبقطع حوالي كيلو من الطماطم. طبعا الطماطم انا بضربها في الكبه ضربه كده ضربتين علشان خاطر بس تتقطع قطع صغيره قوي، لكن مش تتطحن صلصه يعني. بس انا هنا بخلص الطماطم بتاعتي وبعدين هخش على الخضرة بتاعتي. دي عبارة عن شبت وبقدونس، حزمتين من الشبت، حزمتين من البقدونس، حزمتين من الكزبرة. انتوا عارفين الحزمة دلوقتي بقت قد ايه؟ بقت صغيرة قد عقلتين كده من صباعك يعني. طبعا انا كان عندي هنا بصل اخضر، باخد الاخضر بتاعه اللي تحت ده، يعني بحب قوي احطه في المحشي بصراحة، بيدي طعم حلو قوي يعني. فبستغل فرصة ان هو موجود وابتدي ايه، اضربه. والفلفل اختياري، حراق بارد ده اختياري، بس بيدي طعم حلو قوي قوي للمحشي حتى لو بارد، بيطعمه بصراحة. بس انا هنا خلصت الخلطة بتاعتي. هبتدي احط لها التوابل. طبعا بحط معلقتين سكر، ضروري قوي قوي لاي حاجة فيها صلصة لازم تحطي معلقتين سكر. انا هنا بحط معلقتين كبار او 3 معالق صغيرين زي ما يعجبك من دي بهارات لحمة، بحب احطها على المحشي بصراحة بتعجبني. وهنا حطيت برضو معلقتين او 3 معالق من الصغيرين دي من الفلفل الاسمر. وطبعا كمون مهم قوي. بحط ورق راولي، بحط كوبيبة صيني، بحط حبهان مطحون. كل الحاجات دي بتنكه لي المحشي وتخليه حلو قوي. بحط حوالي كوباية صغيرة من الزيت. انا عامله حوالي كيلو ونص من الرز على المقادير دي. طبعا انت حره تزودي الطماطم او تنقصيها، او الخضره تزوديها او تنقصيها، ده زي ما يعجبك. انا هنا بحط الملح فوق الرز. طبعا الرز انت بتعمليه عارفه الكيلو بتاعك بياخد قد ايه مثلا ملح، بتحطي الملح بتاع الرز وبتزودي حاجه بسيطه قوي عشان الخلطه وعشان الخضار اللي انت هتحشيه. احنا هنا هنحشي ورق عنب وكرنب، بس يعني انا مش هحشي خضار الحقيقه المره دي. الورق العنب انا بجيبه بفرزه يعني عندي بجيبه اغسله وبنضفه طبعا وبغسله وببتدي الفه على بعضه عشان ما يتكسرش. افضل طريقه دي لحفظ ورق العنب. ان شاء الله هوريكي الفيديو ده في مره وانا بحفظ ورق العنب ازاي، سهل قوي وبيقعد عندي طول السنه. انا عندي ابني الكبير ما بيحبش ياكل محشي كرنب، فلازم يكون عندي طول السنه ورق عنب عشان ياكل معانا من المحشي. بصي المحشي هنا، الورق العنب هنا في اللي استوى زياده اللي هو بيبقى لونه بني، وفي اللي لسه اخضر ده لسه ما استواش كفايه في التلج، انا مش بسلقه. بصي اللفه بيبقى طري وجميل جدا، سواء بني او سواء اخضر. طالما دخل معاكي الفريزر خلاص انت مش بتسلقيه في ميه خالص، انا بسلقه كده على طول. وهنا انا بتبل فرخه بطماطمايه وبصلايه وشويه خل وملح وفلفل، وببقى دي متبلاها من الصبح قبل ما ابتدي اعمل المحشي. تقعد في التتبيله كده شويه وبعدين ه... هبتدي انزلها في حله واسيبها بس تتشوح على الجنبين كده، لان انا محتاجه الشوربه بتاعه الفرخه دي عشان اسقيها المحشي بتاعي. بصي اول ما ابتدت تشمعت كده من الجنبين من غير ميه ومن غير حاجه خالص، دي احسن طريقه بصراحه لسلق الفراخ. انا يعني هسلقها بس المره دي لاني انا محتاجه الشوربه بتاعتها بس للمحشي بتاعي. هبتدي ازودها ميه سخنه، ما تحطلهاش ميه ساقعه. ما عندكيش فكره التتبيله دي بتخليها طعمه طعامه. خلاص هي اتسلقت معايا هنا، وادي المحشي كان خلص وسقيته من الشوربه، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. ويا رب يكون يعني الوصفه بتاعتي عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. استنوني في فيديو جديد.
اشوفكم على خير. باي باي.